انا طبعا لما جبت من السوق، جارتي حبيبتي جابت حاجات من السوق. جابت لي طماطم، المفروض الطماطم ان انا مستويه، فانا طبعا حطاها في شويه ميه اهو، وعماله بنضف فيها بالشكل ده من هنا ومن هنا، بنضفها علشان اضربها في الخلاط. كان حطيت الخلاط والطماطم عشان اضربهم في الخلاط. طب وربنا المفروض احنا يتعمل لنا كل يوم احتفال، كل يوم كل يوم كل يوم احتفال على اللي احنا بنعمله في المطبخ بجد يعني. كل يوم كل يوم التعب ده. رايحة فين يا حبيبتي؟ رايحة المطبخ. جاية من فين يا حبيبتي؟ جاية من المطبخ. بتعملي ايه يا حبيبتي؟ والله بطبخ في المطبخ. ده حاجة يا ساتر يا ساتر. طب كل ده ليه؟ ليه يعني؟ عشان يقولوا الشملولة راحت الشملولة جت؟ احنا بجد الناس اللي تعبانين 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 يعني. بعد التعب بقى، والام المضحيه اللي بتقف في المطبخ بقى يعني بصوا، يعني انا بعمل ده ليه على فكره يا جماعه؟ الطماطم دي المفروض ان هي دلوقتي كانت عندي كام واحده طريه، فحبيت ان انا عندي النهارده اكل، هعمل اكل، فانا قلت اضربهم كلهم مع بعض واكيس اللي اكيسه، فانا كله هخليه يغلي كله على البوتاجاز مع بعضه عادي خالص خالص خالص. و المهم ان احنا بقى ايه، بنتعب قوي بنتعب قوي. وبعدين تبص تلاقي مثلا جوزك ولا ابنك، ولا لو انت قلت له حبيبي تحب تاكل ايه النهارده، اعملي اي حاجه ماما. طيب انت خلاص اعمل يا حبيبي، بس ماما اعملي والله اي حاجه، خلاص عادي والله اي حاجه هتعمليها هناكلها من ايدك. طيب بعد ما تيجي تعملي، مش كنت يا ماما عملتي صينيه بطاطس؟ مش كنت يا ماما عملتي ملوخيه؟ مش كنت؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ انا عامله زي ايه بقى؟ اللي بتضحي بالجنين وامه بتضحي بالجنين عشان امه. فانا عملت اهو، ولعت البوتاجاز، هحط نقطتين زيت، وهضرب شويه فلفل اسمر، لان انا ما عنديش فلفل اسمر او فلفل اسود، هو فلفل اسمر او فلفل اسود. وطبعا حطيت في الكبه الفلفل الاسمر وبقى ناعم زي الفل. دلوقتي بقى طبعا انا هحط على الصلصه، هي الصلصه دي انا هحوشها للكل يعني، هقسمها، بس لازم احط عليها فلفل اسمر، لان انا بعمل صلصه مش يعني بفرزها في علبه، بحيث لو اكل ولا اي حاجه يبقى يعني على طول اعرف العلبه دي غير اللي انا مخزناه او مفرزاه قبل. وطبعا الزيت حلو قوي على الطماطم وهي بتتسبك كده، وشويه بابريكا علشان اللون، يدينا اللون الاحمر، اللون الجميل، وفي نفس الوقت طعمه هيبقى حلو يعني. معلقه واحده كفايه. طبعا انا عندي فراخ حطيتها من غير ميه ومن غير اي حاجه، كنت مطلعاها من الفجر ومنها فيها، بصوا الميه اللي فيها ايه، حطيت عليها شويه فلفل اسمر وهسيبها مكشوفه شويه الاول وبعدين اغطيها. دلوقتي طبعا احنا عارفين ان الطماطم بتتسبك على البوتاجاز، ومعايا هنا كوسه وجزر وبطاطس هقطعهم علشان هضيف عليهم البسله والفاصوليا الخضراء اللي فرزناهم. دلوقتي طبعا انا طلعت البسله، بصوا البسله اهي، والفاصوليا الخضراء متفرزه عندي، الجزر والبطاطس والكوسه، وهنا معايا البصل. انا بحب تقطيعه كبير كده يا جماعه، انا بحبه لان هو بيدوب في وسط الاكل، فانا مش بحب ان انا اعمله كبير، ومش اي اكله بعمل عليها ببشر البصل عليها. طبعا كنت انا حاطه جزرتين، استغنيت عن جزره واحده. ودلوقتي تعالوا معايا على الحله، هنحط معلقه. الاكل طبعا اختياري يعني، عايزه تحطي زبده، عايزه تحطي سمنه، عايزه تحطي اللي انت عايزه تحطيه، ده بيبقى اختياري. طبعا انا مش هستناها على ما تسيح، لا انا هحط على طول البصل بتاعي لغايه لما يدبل معايا ويديني اللون الدبلان مش اللون الغامق. طبعا والبصل بيدوب معانا، احنا هنبدا بقى نحط عليه كل الخضار ده كله، هنحطه مره واحده كده على الحله، مره واحده كده، وهشوحه يعني هقلبه. طبعا قلبته بس لازم بصوا يعني كده الخشخشه دي، وهو بصوا البخار طالع وزي الفل. احنا طبعا هنا عاملين الصلصه مع بعض دلوقتي. الصلصه اهي، النار فظيعه. هبدا هنا احط منها لانها طبعا هتتخزن، فهحط منها كام معلقه كده او كام كبشه، علشان الاكل التورلي اللي انا هعمله. التورلي ده مفيد جدا،
في بسله وفي جزر وفي فاصوليا وفي كل حاجه. احنا عارفين طبعا ان انا حاطه عليه ملح وحاطه عليه بابريكا وحاطه عليه ايه تاني فلفل اسمر. فانا طبعا هنا مش هحط اي توابل خالص. والحكم بعد المداوله، الحكم بعد ما يغلي. انا مش هحط صلصه تاني، هسيبه لما يغلي وبعدين هشوف الدنيا هتبقى معايا. والتورلي طبعا خلص. التورلي انا بحبه كده قاعد يعني بصوا البخار ثواني. على الرغم والله فاتحه الحله ومهوياها، بصوا ازاي متسبكه وجميله. يعني ما بحبش الصلصه تبقى كتيره قوي عليها. طبعا الصلصه طلعت لي 3 اكياس حلو. يعني بيطلع الكيس كده نص كيلو طماطم. هحطه بقى في التلاجة برد وكل حاجه. هحطه هفرغ. طبعا الصلصه طلعت لي 3 اكياس حلو. يعني بيطلع الكيس كده نص كيلو طماطم. هحطه بقى في التلاجة برد وكل حاجه. هحطه هفرغ. ودلوقتي طبعا هنعمل بقى السلطه. دلوقتي جرجير وجزر وطماطم. طبعا عملنا الجرجير والطماطم والجزر والليمونه طبعا اهي. وعندي عود بصل اخضر برضو هخرطه فوقه. بس قبل ده كله احنا دلوقتي هناخد كل الخلطه دي ونحطها في حاجه، علشان صينيه ولا حاجه، علشان اقلب كله مع بعض. دلوقتي علشان احنا هنقدم على طول، من لو بدري مش هنحط عليه سنة ملح. انا بحب احط على السلطة، لازم احط سنة ملح ونقطتين خل لازم. وطبعا عصرة الليمون ده شيء اساسي زي ما احنا شايفين اهو. عصرة الليمون، انتوا عارفين البرد بقى والشتاء والحاجات دي، بتحب الحاجات دي خالص خالص. اللي بتحب السلطة وبتحب الليمون ولو وقعت بذرة ولا حاجة عادي انا بشيلها. ما فيش عندي والله العظيم المية بتبقى قطع على طول في مدينة نصر. مطلعة عيني يعني. بصوا مش عايزة اقول لكم كده. طبعا انا عملت الرز وعملت الفراخ وعملت السلطة والتورلي بالشكل ده طلع جميل جدا. مش بحب الطماطم تبقى كتير، يعني تبقى عالية عليه، تبقى مستبكة وحلوة. وزي ما احنا شايفين اهو. يا رب الفيديو يعجبكم ويعجبكم من تجاربي ويعجبكم كل حاجة حلوة أنا بقدمها لكم على قناتي. وإلى أن نلتقي في فيديو آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.